اولا كنشكر السيد الرئيس على هذه الدعوه. شرف كبير انه بلادي تعيط ليا باش نخدم مع المنظومه الرياضيه هنايا. ثانيا كنهنئ الجميع على النجاحات اللي قاموا بها لهذا الحد، وشرف كبير لنا احنا كمغاربه قاطنين بالخارج بنشوفوا البلاد ديالنا فين وصلات. و بالنسبه للمشروع، هو مشروع ديال تبادل الخبرات، مشروع تقييم المنظومه التحكيم عامه في المغرب، برؤيه جديده، بالرؤيه ديالي انا اللي عشت بها في منظومه التحكيم الاحترافي اللي عندنا في امريكا من اكثر من 12 سنه دابا. وكذلك التجربه ديالي الدوليه كمستشار ديال التحكيم وتطوير التحكيم في كثير من الجامعات. الاولى بها هي البلاد ديالي. التقييم غادي يكون مشاركه مع الاخوان اللي السيد رضوان والسيد الحرش، بالمشاركه ديالهم، ونتبادلوا الاراء نخرجوا بواحد التقرير في نهايه المشروع. داك التقرير نجيبوه جميعا هنا كما قال الرئيس، ونتناقشوا به ونشوفوا اللي غادي يخدم فيه واللي خصو يتعدل، وناخذوه كخطوه مستقبليه للموسم الجاي باش نوصلوا بالتحكيم ديالنا كما قلت محليا ولكن كذلك دوليا، لانه الحكم المغربي يستاهل وقادر وعنده الطاقه انه يكون من احسن الحكام في العالم، ويكون في اكبر المباريات العالميه.